مساء الخير عليكم احلى متابعيني تكات وصفات دندونه. هعمل لكم النهارده روتين حلو جدا 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 للايد. كلنا بنقف على الحوض وايدينا بعد ما احنا ما بنغسل بالمسحوق بتاع الاطباق بتاعنا. ابصوا هتلاقي ايديكي، بصي تبقى تحسي ان هي مخشنه كده. انا قدمت روتين الرجلين، هنعمل روتين الايدين، وصدقيني ان شاء الله هتدعيلي لو انتي داومتي وكررتيه مرتين بس في الاسبوع. يلا بينا، بدل لد وعجل ولا بلا 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 بلا. يلا نخش على المقادير والطريقه على طول. يلا بينا. بصوا بقى، انا عندي هنا ميه دافيه اهي. بصوا انا مستحمله ايدي فيها، مش ميه سخنه، لا هي ميه دافيه كده اهي. وبعدين هنيجي نحط عليها شويه خل، وبعدين فاكرين الملح اللي انا كنت قلت لكم عليه، الاملاح اللي احنا بنجيبها من المحل، حتى فيها البابلز اهو. هنروح واخدين منها شويه مثلا كده اهو. بصوا هي شكلها عامل ازاي ان شاء الله. هناخد مثلا قيمه معلقه اهي مثلا اهي. وبعدين لو عندك شاور جيل هتحطي شويه كده اهو. وبصوا بقى الحاجه الاجمل، لو عندك اللي هو الصابون اللي هو المغربي ده، انا هوريك انا بعمل بيه ايه. هنشمر ايدينا طبعا كده، وبعدين هنبتدي نحطه في ايدينا. مش هنحطه في الميه، لا هنحطه في ايدينا اهو، حته صغيره كده، مش ضروري حته كبيره. بس انا هقلب الاول اهو. بصوا الاملاح دي بقى فيها حاجات كتير، فيها بيكنج باودر او بيكنج صودا، هم عاملينها كده مخصوص. بصوا فيها اعشاب كمان، يعني لو بصيتوا في الميه هتلاقوا فيها اعشاب كمان. هروح انا جايبه الصابون ده وهعمل بيه ايدي كده اهو. بصوا اهو ما شاء الله اهو. كده ونفرك كده ما بين الضوافر كده كده. احنا ايدينا بقى كلها بقى هتنضف اهي، ونروح نعين ايدينا في الكلام الجميل ده كله مع بعضه قيمة مثلا 10 دقايق. كده هنقع ايدي وبعدين هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، خلاص عدى ال5 دقايق. هبتدي بقى ان انا اعمل ايدي كده اهو. فاكرين الفرشه اللي انا كنت قلت لكم عليها؟ نبتدي نعمل بيها مساج كده. ايدي اليمين اهي بدات بيها اهي. ابتدي انضف الصوابع واعمل حركه دائريه كده. المهم ان انتوا تمشوا عليها بحركه دائريه كده 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 اهي. اي فرشه عندك، يعني مش لازم فرشه زي دي، اي فرشه اهي كده. وبعدين هنبتدي ننضف بيها كده كده، نعمل بيها كده اهي. لان المساحيق عموما بيبقوا حاطين فيها ماده كاويه، بصوا يعني بيبهدل ايدينا. فانتي دايما على طول اعملي الوصفه دي، ودايما رطبي ايديكي، يعني دايما على طول رطبي ايديكي ورجليكي. طبعا لو في فرشه سنان ماشي تأدي الغرض، مفيش ممكن الفرشه دي اهو برضه اهو.
صدقيني ايديكي هتبقى عامله زي البيبي، هتبقى سوفت كده. انا هوريكم اهو. بصوا ننضف برضو الضوافر، اهم حاجه الضوافر دي تتنضف كويس جدا اهي. كل 3 ايام اعملوا القصه دي، صدقوني ايديكوا دي هتبقى شمعة منورة، ومش هتحسي بحتة ان ايديكي مخشنة ولا اي حاجة اهي كده اهو، لان مش معقولة هنعملها بالحجر اهو. اتأكدي بقى ان ايديكي كلها عملتيها اهي، ضوافرك برضو هنا برضو اهو. نبتدي بقى نشطف ايدينا. ميزة الصابون المغربي ده ان هو ما شاء الله بيبقى فيه زي زيوت. بصوا ايدي بقت عامله ازاي اهي، بصوا لو قربت للكاميرا بصوا ناعمه من هنا ومن هنا، بصوا بصوا بقت عامله ازاي. هنشفها اهي بصوا. وبعدين هنبتدي بقى نشيل قصه الميه دي، وهنعمل حاجه بقى سكراب. لو انت عندك سكراب جاهز مثلا زي ده كده ماشي الحال، ما عندكيش هنعمل مع بعض. دي معلقه سكر، ما تقوليش السكر غالي، معلقه صغيره اهي، ودي معلقه بن، وهننزل عليها. لو انت عندك مثلا زيت زيتون ماشي الحال، عندك زيت جوز هند اوكي. هنحط شويه كده وبعدين هنقلب الخلطه الجميله دي كلها مع بعض اهو. ما تعمليش كتير، اعملي يا دوبك على قد ايديكي. انا بصوا حطيت ايه، معلقه ومعلقه اهو. هخلطهم كويس جدا كده اهو، خلطوا معايا ما شاء الله اهو. هروح ابتدي اوزع على ايدي. بصوا ايدي، بصوا ايدي اهي اهي. هي مش محتاجه، بس احنا برضو ايه هنغذيها شويه اهو. بصوا هنوزعه كده اهو، وهنا برضو على ايدي برضو وهفض بيه برضو على ايه، على ايدي وصوابعي، وعلى ايدي برضو من جوه اهو. نفضل نفض فيه كده 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 كده. صدقوني جميل جدا جدا جدا. ده سكراب الايد، مش هتحسي بقى ان ايديكي مخشنه ولا اي حاجه. بصي هتلاقيها سوفت اهو. برضو ايدي برضو اهي، ادعكها كويس قوي. بصي لو انتي برضو في اي زفاره يعني مثلا غسلتي مثلا فراخ، غسلتي لحوم، بتاكلي مثلا اسماك ولا حاجه وحسيتي فيه زفاره، اعملي حطي بتاع ديت معلقه سكر على معلقه بن. لو عندك ليمون نفس الحكايه، وادعكي بيها ايديكي كده هتبقى زي الفل. احيانا كتير بنبقى بره وبناكل مثلا ولا حاجه، نلاقي مهما تغسلي ايديكي تلاقي ايديكي زفره. لو عملتي الخلطه دي هتبقى حلوه قوي اهي. خليها دايما في شنطتك او من المكان اللي انت فيه، اطلبي منه معلقه سكر وليمون وبن اهو.
بصوا اهي تحفة اهي. ممكن برضو تعملوها لرجليكوا برضو، يعني انتي برضو لو حسيتي ان رجليكي برضو مخشنة مثلا ولا حاجة، اعملي نفس الروتين اهو. بس انا نزلت روتين الرجل، ودي برضو ممكن تعمليها برضو في الرجل لو انتي حسيتي ان في رجليكي في بعض التشققات او خشنة او حاجة اهو. بصوا هتبقى ايدي ناعمة جدا اهي. لازم ندعك كده ايدينا جامد كده اهو. السكراب ده حلو جدا 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 اهو. دعكي ايديكي كده 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 اهو. هوريكي ايدي بعد كده هتبقى عاملة ازاي اهو. وممكن نستخدمه للجسم برضو، حلو قوي قوي قوي، مقشر وفي نفس الوقت سكراب جميل جدا جدا جدا. هتدعولي عليه ان شاء الله. ان عجبتكم الوصفه يا ريت ما تنسونوش بدعوه حلوه كده من القلب، وتشتركوا في قناتي وتنشري بقى الوصفه ديت للي ما يعرفش، عشان تاخدوا نفس الثواب ان شاء الله باذن الله. بصوا اهي اهي هغسل ايدي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي ورجعت لكم تاني. انا خلاص غسلت ايدي. بصي ايدي، بصي مش قادره اقول لكم يعني النعوميه بقت عامله ازاي. شفتوا بقت عامله زي البيبي الصغير سوفت. بصوا بصوا حتى هي باينه اهي مترطبه وناعمه جدا، ولا اكني غسلت مواعين ولا اي حاجه اهي. بصوا بصوا الايد كمان نضيفه ازاي. بصوا ضوافر برضو نفس القصه. بصوا اعتمدوا الطريقه دي، اعملوها مرتين في الاسبوع، كل 3 ايام اعمليها، حلوه قوي 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 قوي. وكمان السكراب اللي انا بقول لكم عليه اللي هو كان عباره عن معلقه سكر ومعلقه بن، وحطيت عليها عندك زيت زيتون خير وبركه، ما عندكيش زيت جوز الهند بينوب عن القصه دي كلها. هتقلبيه كده وهتروحي عامله بيه ايديكي، والله سحر سحر. بصوا اهي ممكن تعملي بيه رجليكي على فكره، يعني انت لو حابه تعملي برضو بيه السكراب ده تعملي بيه رجليكي. بصوا تحفه. بصوا انا بعتمد القصه دي من زمان. بصوا اهي اهي. بصوا بقت ايدي رجعت تاني. وبعدين هتيجي بقى بحته كريم صغيره اهو اهو كده كده اهو، مع انها ما كانتش محتاجه والله، يعني انا كده كده انا مرطباها. لما جيت نقعتها طبعا وكان كان في الصابون المغربي طبعا، انتوا عارفين ان هو بيبقى فيه زيت زيتون، وطبعا السكراب اللي انا عملته لايديا برضو فيه برضو زيوت، بس يلا زيادة الخير خيرين اهو. سهلتها عليكم يا حلوه يا جميله. بصي مفيش حاجه هتوقفك اهو. اعتمدي الموضوع ده، ومستنى هي رايكم في الكومنتات. بصوا 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 ايدي ناعمه ازاي. بصوا اهي اهي. انا ايدي على طول في الميه اهي. بصوا ناعمه. بصوا ناعمه نومة البيبي اهي. لو عجبتك الوصفه انتظريني في فيديو جديد. بحبكم في الله.